يعني في بعض الأقاويل طلعت على القافلة الشعبية اللي وصلت لكمين بلوزة أو شمال سيناء. بعض الأكاذيب انتشرت، بعض الشائعات انتشرت اللي احنا دخلنا اقتحمنا كمين الجيش، أو إن القافلة الطبية ما كانتش واخدة التصريح اللازمة. طبعا دي كلها محض افتراءات. بالعكس احنا كنا رايحين بقافلة طبية تتعدى حاجز 350,000 معاها كل التصاريح اللازمة. الجيش تعنت معاها وقال هرجعها الإسماعيلية ومش هتخش، وحتى لو دخلت مش هدخل معاها وفد يسلمها، وبالتالي احنا رفضنا عشان كان عندنا شك كبير اللي هي تصل إلى قطاع غزة. الافتراءات اللي بتقول احنا اقتحمنا جميل جيش، بالعكس احنا كان كلامنا محترم جدا، ما كناش ضد حد، احنا كنا بنحاول نصل الى قطاع غزة او الى رفح المصرية عشان نوصل الرسالة الحقيقية من الدور الشعبي في مصر وليس الدور الرسمي المغزي. احنا ولا اقتحمنا كمين جيش، بالعكس احنا تم التعامل معانا برفع الاجزاء ورفع السلاح في وشنا، تم ارجاعنا بالقوة واجبارنا على العودة، تم سحب الرخص من كل سواقين الاتوبيسات واجبارها على المشي. يعني اتعامل معانا حاجات كتير جدا سيئة، اعتقد ان ما ينفعش ده تتقلب على الناحية التانية، ولكن للأسف من بعد 30/6 لغاية دلوقتي احنا عايشين دايما في كفة الظالم هي الرجحانة، وكفة المظلوم هي دايما اللي مش ناجحة، واللي هي دايما تحت. جورج إسحاق بيتكلم كلام معرفش، هو ما كانش موجود معانا في القافلة، محض أكاذيب بيرددها، دوره للأسف سيء جدا للغاية. جورج إسحاق بالنسبة للقوات الثورية أعتقد اللي هو بقى شخص غير ممثل عنها، لأنه بيقول كلام كل أكاذيب وشائعات. احنا ما كناش رايحين ب3 شنط في القافلة الطبية، وبوجه رسالة للأستاذ جورج إسحاق، لو عايز تعرف إذا كان فيها 3 شنط أو لأ، يا ريت تيجي القافلة الدوائية الثانية اللي طالعة منتصف الأسبوع المقبل، تعالى وأنا هحجز لك كرسي في الأتوبيس على حساب البلاش.